اشترى عربية ب100 مليون جنيه. ايوه زي ما بقول لك كده، او زي ما انت سامع الرقم. لا وكمان دي تاني عربية من الطراز ده في مصر، وضمن 40 نسخة في العالم كله. وده اللي خلى مواقع التواصل الاجتماعي مقلوبة على الفنان عماد زيادة بعد ما اشترى عربية بوجاتي. ودي بتعتبر تاني عربية تدخل مصر بعد العربية الأولى اللي كانت في التسعينيات على يد ميشيل أحد، اللي هو بيعتبر من أشهر جميع السيارات في العالم. العربية اتصنعت في الفترة ما بين 2005 ل 2015، وتم تطويرها في ألمانيا من شركة فولكس. حصلت العربية على جوائز كتير، وبتعتبر من أسرع العربيات في العالم. بس عماد زيادة بيشتغل إيه؟ الفنان عماد زيادة بيشتغل رجل أعمال وليه بيزنس عائلي بيشتغل فيه زيوت الطعام، وده طبعا بيبيعها لشركات كتير جوه مصر. ده غير ان هو صاحب الاسطول السيارات اللي ظهر في مسلسل نعمة الافوكاتو في رمضان اللي فات، اللي يقدر تقريبا ب 500 مليون جنيه. وكمان عنده عربية مرصعة بالالماس، يعني شخصية ياسين الألفي طلعت حقيقية. وعلى الرغم من كل ده، لو دخلت على بروفايل الفنان عماد زيادة على الانستجرام مش هتلاقي ولا صورة من الصور دي. هتلاقي شوية صور من تكريمات، على صور شخصية، على كواليس أعمال، ومش هتلاقي أي حاجة بتخص ثروته ولا أي حاجة ليها علاقة بشغله. لأن الفنان عماد زيادة شايف إن هي دي هبة ونعمة كبيرة جدا من ربنا، ومش دعوة للتفاخر والتباهي بيها زي ما بيعملوا فنانين تانيين. أما بقى سر شهرة الفنان عماد زيادة هو الزعيم عادل إمام، اللي ظهر معاه في أعمال كتير زي مسرحية بودي جارد وفيلم أمير الظلام ومسلسل العراف ومسلسل أستاذ ورئيس قسم. كمان اشتغل مع فنانين كتير زي محمد هنيدي وأحمد السقا ومحمد سعد ويحيى الفخراني.